الثاني عن المجموعة فاز المنتخب المغربي والمستضيف على نظيره الكونغولي بهدف دون مقابل. بذلك أنهى أشبال الأطلس دور المجموعات في الصدارة بالعلامة الكاملة. أرقام يريد هؤلاء الأشبال أن يمنحوا هدية العيد للحاضرين في المدرجات. يريدون أيضا إثبات أنهم لا يقلون حقية في حمل قميص الأسود عن نظرائهم الأساسيين. أما الكونغو فهدفها لا يتجاوز تلميع الصورة قبل مغادرة التراب المغربي. الفرصة الأولى كانت مغربية. عمر الهلالي ترك مركزه يمينا وسدد كرة على عارضة سيمون سامبا، وترك طه يونس الإدريسي الحارس سامبا مسمرا في مكانه بمساعدة من زميله جاك باومبا. تقدم مبكر للأشبال. حافظ المغاربة على نسقهم الهجومي وأرسل طه يونس الإدريسي يسارية أخرى أبعدها سامبا عن شباكه. الكرة كانت اتجاهها واحدا ومرة أخرى تعملق سامبا أمام أميل وزاني مانعا إياه من مضاعفة الأسبقية. القائد أسامة تيرغالين أراد والآخر النيل من سامبا، لكن أفضل الكونغوليين رفض الأمر مجددا. والاختبار الوحيد في الشوط لإلياس ماغو أتاه من يمينية لإكزوسين زاو، ارتمى وحولها إلى ركنية. كاد المغاربة يضاعفون غلتهم مطلع الشوط الثاني. أساء سامبا التعامل مع كرة طه يونس الإدريسي وكاد يضعها في شباكه. البديل الصيباري جرب والآخر حظه بيمينية تصدى لها المتألق سامبا. تواطلت التسديدات على حارس عارين الكونغو من كل زوايا الملعب، لكنه ظل صامدا محافظا على التأخر الصغير لزملائه. حقق الأشبال المهم وهم الآن على أعتاب الأهم. تذكرة مباشرة نحو أولمبياد باريس. فشلت صفقة انضمام المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية حسب تقارير صحفية سعودية. وارتبط اسم زياش بقوة بالانتقال إلى النصر هذا الصيف ليجاور البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما فشل في حجز مقعده بتشكيلة البلوز. وقالت صحيفة الرياضية السعودية في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة أن النصر قد صرف النظر عن التعاقد مع المغربي حكيم زياش وأوقف المفاوضات بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود. ولعب زياش صاحب 30 عاما 24 مباراة مع تشيلسي في هذا الموسم، لكنه لم يسجل أي هدف واكتفى فقط بصناعة 3 أهداف لزملائه. وينتهي عقد حكيم زياش مع تشيلسي في يونيو عام 2025. وعقد مسؤولو النصر السعودي عدة جلسات سابقة مع ممثلي حكيم زياش ووكيل أعماله قبل التوصل لاتفاق حول انتقاله إلى العالمي بداية من الموسم الجديد، حيث أكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص في انتقالات أن نادي النصر أنهى اتفاقه مع نادي تشيلسي منذ الأسبوع الماضي بالإضافة إلى اللاعب، ويتم حاليا فحص العقود النهائية قبل إغلاق الصفقة. ولكن صحيفة الرياضية السعودية أعلنت فجر اليوم فشل الصفقة. وأشارت تقارير صحفية إلى أن النصر عرض على حكيم زياش الحصول على 13 مليون يورو سنويا بتوقيع عقد ساري بين الطرفين لمدة 3 مواسم حتى نهاية 2026. ويحصل زياش مع تشيلسي الإنجليزي على 6 ملايين دولار في العام الواحد فقط، ولذلك وافق على العرض المقدم من النصر بالإضافة إلى اللاعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويضم النصر بين صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي قد يكون عامل جذب لعدد من النجوم في أوروبا من أجل القدوم إلى الدوري السعودي. يشار إلى أن زياش كان ضمن الأعمدة التي اعتمد عليها الناخب الوطني وليد الركراكي التي حققت إنجازا تاريخيا في قطر مونديال العالم 2022 وقارة أفريقيا بحصد المركز